السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة محشي الفلفل والبتنجان الخطير بتاعنا. ده كيلو ونص بتنجان انا جايباه صابح من السوق. لما تيجي نقيه العنقود بتاعه ده بيبقى اخضر مش اسمر، الاسمر ده بيبقى مركون او يعني بيبقى دبلان، فنقيه اخضر احسن وعشان يبقى صابح وطري. وانت كمان بتنقي البتنجان يعني امسكي بتنجانية كده واتك عليها بايدك، الطرية تاخديها، الناشفة سيبيها عشان بتكون مبزرة. اول حاجه لما نيجي نقور البتنجان بقى، نجيبه كده هوت ونروح يعني نقطع العنقود بتاعه ونجيبه يعني نعمل عليه بايدينا كده هوت عشان نطريه. ليه نطريه؟ عشان نعرف نحشيه من جوه ويبقى طري في ايدينا وما يتقطعش من الحراف فوق بالمقور. تمام، دي معلومه مهمه جدا، يعني ده لازم نطري البتنجان قبل ما نقوره. انا طبعا بجيب البتنجان صابح، بعمله في نفس اليوم، ما بحبش اركنه في التلاجة عشان يعني بيبقى بينشف بعد كده، فلما تجيبيه صابح بيبقى احسن. هنعمل بقى جنبيه فلفل. عملت معاكم واحده كمان اهيت. نمسكه نعمله كده هو بايدينا، انا مش عارفه اجيب الكلمه بالظبط عشان خاطر يطرى في ايدينا. خلاص يا جماعه، وادي الفلفل. الفلفل لما تيجي تنقيه برضو، لو هتيجي تحشيه تنقيه واسع من تحت كده ومن فوق ومن تحت. حتى الفلفل الطويل دهوت برضو يكون طويل، يعني يكون واسع من جوه. تيجي بقى تروحي منزله بصباعك كده هوت العنقود بتاعه من فوق عشان يدخل لتحت، وبعد كده تروحي شداه عشان يعني ما يهريش الفلفل من فوق. تمام. ودي برضو الطويلة دي برضو ندخل بصبعنا كده، وبعدين كده نروح مخرجين عشان تطلع بالشكل الحلو ده. كده خلاص عرفتكم ازاي بيتقور. بقى انا كده خلاص خلصت الكمية. شوفوا انا مبوظتش حاجة من فوق اهوت، مش متقطع من فوق، عشان خاطر البتنجان نفسه صابح وطري ومتقور بطريقة صح. خلاص انا خلصت الكمية، هغسلها وارجع لكم تاني. ده بقى كده هنحضر الرز. اللي انا جايبه كيلو ونص بتنجان واربع قرون فلفل، بياخدوا ايه بقى؟ بياخدوا نص كيلو رز بالظبط. اهو قدامكم الميزان اهوت، هوزن قدامكم نص كيلو رز. انا قايله لكم الميزان دوت هيبقى اساسي معانا في المطبخ. يا ريت يا جماعه كل عروسه جديده بتجيبوا معاها في المطبخ، مفيد جدا يعني، هيظبط لها المقادير دي. بقى المقادير بتاعتنا ده نص كيلو رز غسلته وصفيته، بصلايه متوسطه مفرومه في الكبه بملح، بتاع دوت فلفل احمر هريسه اللي انا عاملاها معاكم قبل كده، فلفل اخضر، صلصه متسبكه، خضار متقطع. الصلصه المتسبكه ديت انا مش هعرف اعملها لكم في الفيديو دلوقتي عشان خاطر ما يطولش عليكم، هنزل لكم ليها فيديو بعد كده. لما نيجي نفرم البصلايه يا جماعه، لما تيجي تفرموا البصلايه في الكبه لازم تحطوا عليها شويه ملح، نص معلقه ملح حتى صغيره، عشان ما تطلعش ريحه ويحافظ عليها مده اطول لو هتسيبيها. هنحط المكونات كلها على بعضها. طبعا الخضره انتوا عارفين دلوقتي فيها يعني اللي بيشتروا الخضره ده هو بيبقى من الاغنياء فالخضره ديت دلوقتي غاليه جدا يعني. البهارات بتاعتنا ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، شطه. زي ما انتوا عارفين البهارات بتاعتي محطش اكتر من كده، 5 بهارات. هنقلب بقى المكونات اللي احنا حطيناها ديت كلها على بعضها لسه يعني الجافه دي. وبعد كده هنحط البهارات حاجه حاجه. ده الفلفل الاسمر، تمام، وده الكمون والكزبره والملح، واخر حاجه الشطه. لو عندك اطفال ما تحطيش طبعا، اطفال صغننين، انا ولادي كبروا شويه يعني يستحملوا الشطه دي عادي. هنقلب بقى. انا بصراحه بقلب بايديا يعني، ما بعتمدش بالمعلقه في المرحله دي بالذات، عشان ايوه شوفوا اديني قلبت بايديا اهو، عشان الحاجه تخش في بعضها كده وكل رزايه تاخد من التتبيله. طبعا انا غاسله ايديا يا جماعه، ما مش كلنا بنعمل كده في بيوتنا يعني. قلب كويس جدا من فوق لتحت. هنحط بقى تاني الصلصه بتاعتنا. الصلصه دي انا قلت لكم عاملاها لكم في فيديو لوحده، انا عشان خاطر الفيديو دوت ما يطولش عليكم. الصلصه دي انا بعملها لكل انواع الطبيخ، عايزه تحطيها في التلاجة في حافظه، عايزه تحطيها في الفريزر براحتك.
انا هنزل لكم فيديو واخلي هعرفكم ازاي بتتعمل ان شاء الله. انا تقريبا هحط الكميه دي كلها بتاعت الصلصه. ده كيلو طماطم، كيلو طماطم على كيلو على نص كيلو رز، هيبقى حلو جدا. والصلصه والخلطه بتاعتنا هتبقى شكلها احمر كده حلو. هنقلب بقى وندوق على طرف لسان. حطيت هنا شويه زيت، قد ربع كوبايه زيت كده عشان الخلطه تبقى لونها لامع من جوه وما تبقى مفلفله في قلب صباع المحشي. كده هنقلب وندوق بقى على طرف لساننا. لازم ندوق في اي حاجه على طرف لساننا، لو كان مملح هنتصرف، لو كان دلع هنتصرف. تمام. خلاص انا كده خلصت الخلطه. هنسيبها قد قيمه ربع ساعه كده تاخد وتدي مع بعضها. هنبدا هنا بقى نحشي. هنجيب الحله ونحط فيها بصلايه نقطعها حلقات، ومعانا طبق اهو المحشي البتنجان والفلفل والكوسه يا جماعه بيتحشي وهو واقف، فانتي مش هتعرفي تحطيه وهو واقف في الحله وهي نايمه على الرخامه، فلازم تسنديها بحاجه من تحت عشان ايه المحشي يعرف يقف معاكي. اهوت انا هوريكم ازاي بنحشي البتنجان. بنحشيه ونسيب قد حاجه بسيطه كده هو نص عقله من فوق، عشان لما البتنجان ده هيستوي الرز هيستوي في قلب البتنجان هيعلى اكتر، فلازم نسيب نص عقله كده من فوق. اهوت واحد كمان وهنوقفه في قلب الحله. هوريكم واحد قرن فلفل بيتحشي ازاي برضو. هنحط لحد ايه فوق كده حاجه بسيطه، ونتكي بصوابعنا عشان يطلع من جوه مفلفل، ما يطلعش مهري، يعني ما يبقاش كله شوربه كده. خلاص انا كده وريتكم. هكمل انا الكميه دي وهجيلكوا تاني. انا كده خلاص. شايفين يا جماعه نص كيلو رز خد معانا كيلو ونص البتنجان واربع قرون فلفل بالظبط، والله ما فات اي حاجه. الطبق قدامكم اهو تشديكوا شايفينه. هوديها بقى على البوتاجاز عشان خاطر نسويها. انا كنت عامله فراخ النهارده وكنت من الشوربه بتاعتنا حلوه. وصفيتها الاول وخليتها تغلي ورحت حطها على البتنجان. احط كده واوزع. احنا بنسقي لحد ايه، نخلي البتنجان ظاهر من قلب الحله، مش بنغرقه لحد فوق. شايفين لحد ايه اما البتنجان يبقى ظاهر هو والفلفل. انا نيمت قرن الفلفل دهوت عشان لو حطيته بالطول مش هيوصل له الشوربه لفوق، فنيموه احسن. هنولع بقى النار، هتبقى عاليه عندك في الاول طبعا لحد ما يتشرب كده. كده خلاص الشوربه يعني بدأ ان هو يغلي معانا. الشوربه اهي شايفينها طلعت لفوق. واحنا لما نيجي نسقي طبعا الحله بنسيبها نرجها كده يمين وشمال عشان خاطر الميه توصل لتحت. كده بعد ما الشوربه غليت وتشرب خلاص المحشي، انا كده وطيت عليه خالص. النار بتبقى عاليه عليه في الاول وبعد كده بتوطي. كده خلاص هو استوى. هو بياخد تقريبا ساعه، ساعه الا ربع. استوى كده معانا. انتوا شايفين الحاجات اللي بتبقبق دي الزيت بتاع المحشي مش شوربه، يعني هو مش مليان شوربه. كده استوى معانا. طلعت لكم واحد تشوفوه اهوت. الرز اهوت مفلفل من جوه والمحشي بيتقطع معانا بكل سهوله. كده يبقى خلاص استوى. نقفل عليه بقى ونسيبه. انا غرفت لكم اهوت المحشي. وانا كنت عامله طبعا زي ما قلت لكم فراخ معاه النهارده. انا عاملاها لكم قبل كده، هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت. المحشي شوفوا يا جماعه اما جه استوى الرز ما خرجش منه، يعني على الحرف بالظبط ده. يبقى احنا يعني حاشينه صح. الخلطة دي يا جماعة بتحشوا بيها كل أنواع المحشي، ورق عنب، كوسة، بتنجان، فلفل، الممبار كمان ممكن تحطي قطعي طماطم مكعبات وتحطيها على الخلطة وتستخدميها. كل أنواع المحشي جربوها تعجبكم جدا. أنا خلاص كده خلصت. كان معاكم سارة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو حبيتوا تشتركوا في القناة دوسوا اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.